أهلا بكم في إسباس وئام. هنا غادي تكتشفوا وصفات سهلة عصرية وبنتها رائعة. خليو يديكم معايا وسمعوا آلات الأطباق. اليوم غادي نوجد معكم الدنجان مقلي بالبيض بواحد الطريقة اللي كتخليه مقرمش ولذيذ بزاف بلا صداع وبلا مكونات كثيرة، غير خطوات بسيطة وغادي يجي بنين بزاف. تبعوا معايا الفيديو وغادي تشوفوا السر باش ما يشربش معكم الزيت ويبقى مقرمش حتى يبرد. هنا عندي جوج دنجالات متوسطين اللي كنقطعهم هكا على شكل دوائر كيف ما كتشوفوا معايا، ما يكونش السمك ديالهم غليظ. صافي كنرشو بشويه ديال المليحه وكنخليه كنغطيه مزيان بالماء، كندير شي حاجه هكا عليه من الفوق كنتقلو باش هكا ما يولي لناش كحل. صافي هنايا من بعد خديت شويه ديال الفينو مع شويه ديال الدقيق، وكندير لهم شويه ديال التوابل، شويه ديال الابزار مع شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفله الحمراء. الا كانت عندكم هريسه تقدروا تضيفوها. وهنا كنضيف شويه ديال الملحه، المهم الملحه كتبقى لكم على حسب الذوق ديالكم. صافي كنخلط المكونات كلها مع بعضياتها وكناخذ 3 ديال البيضات هكا وكنزيد عليهم شويه ديال المليحه. هاد الوصفات صراحه كتجي زوينه بزاف، غير جربوها راه غادي تعجبكم ان شاء الله. صافي نفس التوابل اللي درت في الدقيق غادي نديرو هنايا في البيض. كندير شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال الابزار، شويه ديال القزبر يابس، انا كان عندي يابس، الا كان عندكم طري تقدروا ديروه، وشويه ديال الابزار، والا كانت عندكم هريسه تقدروا تضيفوها هكا، هريسه ولا سودانيه اللي كان عندكم. صافي كنخلط البيض مزيان حتى كينسجم مع بعضياته، وكنزيد انا عندي غير هاد لاصوص هذه الحاره درتها. المهم نتوما داكشي اللي كان عندكم ضيفوه هكا مع البيض ديالكم. صافي كنخلط مزيان ومن بعد كناخذ الدنجال بطبيعه الحال اللي قطرته مزيان من داك الماء اللي كيكون فيه، وصافي كتخليوه كيقطر، كدوزوه في البيض. في المرحله الاولى كدوزوه في البيض، ومن بعد كديروا له الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا. صافي عاوتاني كنولي المره الثانيه كندوزو هكا في البيض. بصراحه كيجي زوين بزاف، كيجي مقرمش. راه واخا نعيا ما نوصف لكم في هاد الطريقه هذه، خصكم حتى تجربوها عاد غادي تحكموا. غير جربوها راه غادي تنال الاعجاب ديالكم. صافي كندير جوج مرات هاد الطريقه هذه. وهنا في هاد اللحظه هذه كنكون دايره الزيت كيسخن. كندير هنايا الدوائر ديال الدنجال ديالي حتى كيتقلاو. المهم في الاول كنكون كنسخن الزيت على درجه الحراره تكون هكا طالعه حتى كيسخن لي الزيت مزيان، وكنقص عليه باش كنقلي الدنجال باش كياخد حقه في الطياب. صافي هنا كنعاود نفس الطريقه هانتوما كتشوفوا معايا، يعني نفس الطريقه اللي درت في الاول غادي نعاودها. كندوز الدنجال ديالي في البيض، ومن بعد كنديروه في الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا. هو في نفس الوقت هذا هو السر اللي قلت لكم، يعني ما كيشربش لنا الزيت بزاف وكيبقى مقرمش. واخا كيبرد كيبقى زوين بزاف، يعني واخا الا بقى لكم هكا شويه اصلا راه ما غاديش يبقى لكم بقوه المذاق اللي كيجي زوين، قوه البنه اللي فيه راه ما غادي تخليوه منه حتى حبه. هذه طريقه زوينه بصراحه. كنبدلو هكا مره مره يعني من القلي العادي. في نفس الوقت ما كما قلت لكم ما كيشدناش، يعني ما كيشربناش الزيت، وفي نفس الوقت كيجينا بنين. وبهذا يكون الدنجال ديالنا واجد خفيف ومقرمش وكيشهي. جربوه غادي يعجبكم، وما تنسونيش من البارطاج. والى اللي اول مره كيشوف القناه ديالي مرحبا بكم وبصحه وراحه.